إذا أطلقت رصاصة على مكعب ليجو سيعتقد معظم الناس أنه سينفجر على الفور، وذلك لأن مكعبات الليجو تحتوي على الكثير من الهواء مما يجعلها غير قادرة على تحمل قوة الطلقات النارية. لكن إذا استخدمت أرق قطعة من الليجو وقمت بتكديسها معا فإن 22 قطعة ستكون كافية لإيقاف رصاصة 9 ملم. أما رصاصة من عيار 45 والتي تكون أبطأ لكنها أثقل فستحتاج إلى 28 قطعة ليجو لإيقافها بالكامل. ولكن عندما يتعلق الأمر ببندقية ذات سرعة عالية فإن الرصاصة ستخترق 60 قطعة من الليجو قبل أن تتوقف تماما. على الرغم من أن الليجو مصنوع من البلاستيك إلا أن تكديسه بعدد كاف يمكن أن يخلق حاجزا قويا قادرا على امتصاص طاقة الرصاصة. كلما زاد عدد الطبقات زادت قدرتها على تقليل سرعة الرصاصة وإيقافها في النهاية. هذه الظاهرة تشبه كيف تعمل الدروع الواقية للرصاص، حيث يعتمد مبدأ الحماية على توزيع القوة عبر طبقات متعددة.